في كل مرة أعد فيها العشاء بهذه الطريقة، يسألني الجميع عن الوصفة. ابدأ بإضافة القليل من الزيت النباتي إلى مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى منخفضة. بعد ذلك أضف كوب 240 مللتر من الأرز الأبيض وبيضتين كاملتين، وتبل بمعقرة صغيرة من الملح و5 غرامات من مسحوق توابل الدجاج، ثم امزج كل شيء حتى يقل البيض. عند حدوث ذلك أضف كوبين 240 مللترا لكل منهما من الماء، ثم غطي المقلاة واترك كل شيء يطهو حتى يتم امتصاص الماء بالكامل. في هذه الأثناء، في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى منخفضة، أضف 100 غرام من اللحم المقدد المقطع إلى مكعبات صغيرة، و200 غرام من النقانق المدخنة المقطعة إلى شرائح، وقلبها حتى تصبح ذات لون بني خفيف. استغل هذه الفرصة لمشاركة هذا الفيديو، واكتب في التعليقات اسم المدينة التي تشاهد منها، وسنتأكد من ترك لك خصوصاً. شكراً على مشاركة هذا الفيديو. عند الانتهاء من ذلك، أضف بصلة متوسطة مفرمة إلى مكعبات صغيرة و3 فصوص ثوم مهروسة، وقلبها لمدة دقيقتين إضافيتين. بعد مرور هذا الوقت، أضف نصف فلفلة حمراء مفرمة إلى مكعبات صغيرة، ونصف فلفلة صفراء مفرمة إلى مكعبات صغيرة، وجزرة واحدة مقطعة إلى مكعبات صغيرة، ثم قلب جميع المكونات جيداً. هذا هو القوام الصحيح. بعد أن ينضج الأرز، أطفئ النار وأضف المكونات التي قمنا بتحضيرها واخلطها لتتجانس. آمل أن تعجبك هذه الوصفة. شاركها مع أصدقائك، فبذلك ستساعدنا في الوصول إلى عدد أكبر من الناس. لإنهاء الطبق، أضف البقدونس حسب الرغبة. أصبحت الوصفة جاهزة الآن، ويمكنك تقديمها والاستمتاع بها. آمل أن تكون قد أحببت هذه الوصفة. الآن سأذهب إلى قسم التعليقات، وأترك لكل من كتب اسم مدينته. نراكم في الوصفة القادمة. إلى اللقاء.